الكلام اللي باش نقوله لكم توا هو لا محال ولا محالة كلام عام شوية، ولكنه صحيح ولا شك فيه. أولا، الإسلام جاء بعد عصور عرفتها الأمم العربية فيما قبل التاريخ، كانت كما كانت، ماناش باش ندخلوا فيها. كانت متطورة وفيها ملكات وفيها حضارة يا سيدي هذا ما نجبدوش. جاء الإسلام مبشرا ونذيرا، وجاءت الدولة الأموية بعدها بفتوحاتها، وفيها يعني الوصول إلى فتوحات عظيمة مثل إقامة دولة الأندلس اللي طاحت في عهد النكبة، وجاءت الدولة العباسية بعلومها وفنونها ورقيها وفتوحاتها أيضا. ثم ماذا جرى؟ جاء عهد التقطع والدويلات، كل دولة هربت مشيرة. من وقتها بدأ الانقطاع والتقطع في الأمة الإسلامية، وتواصل هذا الانقطاع والتقطع رغم مجهودات صلاح الدين الأيوبي وغيره، إلى أن جاءت الدولة العثمانية اللي كانت في الواقع دولة توسعية، وهذا اللي يعرف التاريخ الكل يعرفه. كانت دولة توسعية همها التوسع، وإن كانت غض الطرف قبل معناها قبل سليمان القانوني فهمتي في 1430 تقريبا وقع، يعني بدأ الدولة الأندلسية تسقط، ولكن الإمبراطورية العثمانية ما كانش همها إنقاذ الدولة الأندلسية، إنقاذ الأندلس، بل كان همها أشياء أخرى. ماناش باش ندخلوا في التاريخ نتاع العثمانيين لأننا نتهموا بالخيانة دولة الأندلس. من وقت التاريخ هذا حلت بالأمة العربية نكبة، حلت نكبة بالأمة العربية، وكل الناس تعرف أن العرب انتكبوا في الوقت هذا اللي كنت نحكي فيه، هو عصر تقطع الدويلات، وما عرفت الأمة العربية ازدهار مثل ما عرفته في الدولة العباسية. عصر النكبة هذا الناس كل قربيه، وهذا موجود في التاريخ متاعنا، وحتى وموجود في التاريخ الغربي والعالمي. وأنا تعرضنا في تاريخنا إلى عصر النكبة اللي ما زال إلى اليوم، واللي كان السبب في ظهور الكثير والكثير والكثير من المصلحين، محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وغيرهم، وما تم أي إصلاح، ما عجزوا على الإصلاح، ووقعت بحوث طويلة وعريضة في هذا المجال. يعني عصر النكبة موجود، وهو
متواجد إلى اليوم. معاصر النكبة هو ظهور هاد الشيوخ متاع الإسلام، هالشيوخ والأئمة والتفلسف في الإسلام، وجا نوريك كيفاش تصلي، وجا نوريك كيفاش تتزوج، وجا نوريك كيفاش، يعني هالناس هذوما كثروا كالنمال، الشيوخ الإسلام، وهم سبب النكبة. هذا شيخ متاع هو عالم وكذا، ولد فيها علماء، والإسلام هو دين وليس علم، ولا علاقة للإسلام بالعلم، هو دين، الدين معروف لا يتحرك، لا يزيد ولا ينقص، وقت اللي العلم عنده شيء آخر. العلم معناه خاصيته التطور والتغير، ويعني اللي كان اليوم ما هواش باش يبقى موجود في المستقبل. يعني نحب نوريكم الفرق ما بين الدين والعلم. يعني هذا الدين لا علاقة له بالعلم، وما عندوش خاصيات العلم، خاصيات العلم ليش موجودة، هو لا يتطور، ولكن حبوا يتفلسوا فيه برشا باش يردوه علم. بداوا فهمت يكتبوا في المجلدات وبداوا يتفلسوا وكذا، وهذا هو حسبي انا رايي انا، وانه هذا هو سبب الاختلافات، وسبب يعني التقاتل، وسبب يعني التكالب على الحكم، وسبب فهمتي ولا. انا شيخ يلزمني نولي رئيس دوله، وسبب كيما تاع شو اسمه هذاك الخضار اللي موجود في مساكن، اللي العباد ولا تعبد فيه توا، ما عادش تعبد في الله، ولو يعبدوا فيه هو، ولكنهم قوم جاهلون. عشكون باش تلوم؟ على الشرذمه اللي في مساكن هم جماعه من الجهل بمكان. انا كلمت واحد اخيرا شدني من يدي قال لي اسكت، انه عالم العلماء وانه رجل جليل. يا قلت له يا اخي تو وقتاش هذا الخضار نتاع سوق الجمله هذا ولا عالم تو؟ يا رسول الله عمل كبوس على راسه وضرب مليارات وكذا من الاخوان وكذا وكذا، وعمل كرهبه وعمل شيخات. يعني المسألة يعني وقع فيها انزلاقات كثيرة بعد، بل في عصر النكبة وقعت زادت هذه الانزلاقات، خاصة اللي نشوف فيه اليوم. اللي نحب نقوله في آخر المطاف، وأن هؤلاء الشراذم وهؤلاء الشيوخ عندما صعب عليهم التفتح والدخول إلى الحضارة كما أمر بها الإسلام، والتفتح والعلاقات الطيبة والعلوم التكنولوجية والعلوم العلمية، إلا قليل النادر اللي خرج من البوتقة العربية وهرب لأوروبا والأمريكا، أنه تقدم في العلم. وبقوا مسلمين، لأن الإسلام لا يتنافى مع العلم. فعندما عجز لاماسك الكبير هذه، الجحافل الكبيرة هذه الإسلامية، عندما عجزت على دخول الحضارة ودخول التفتح والتقدم، قالوا احنا هم الكل، ولو ما عندناش تكنولوجيا علوم لكن عندنا خير منه. وانغمسوا وتراجعوا يبحثون في الإسلام على قدر وعلى هيبة وعلى تمكن بالحكم وعلى فرض أنفسهم، وهم ما يسووا حتى فرنك، حتى مليم. هذه كيفاش الحكاية؟ تو ولا فهمتي ولا إمام جامع ولا حب يولي وزير، ماذا؟ كي ما نجمش يدخل إلى الوزارة بالمبادرات والثقافة والتكنولوجيا والعلوم وكسب يعني الرأي العام فيما يخص يعني المبادرات الفكرية والسياسية والمبادرات الاقتصادية، كي ما نجموش يوصلوا بالطرق هذه إلى الحكم وإلى الوزارة.
يحبوا يوصلوها بطريق الجوامع والدعاية في الجوامع والدعاية يعني في التراكن. هذه الوضعية كيفاش اللي صارت توا في العالم العربي. فظهر الإخوان في مصر على يد حسن البنا الذي يقول أنه يهودي، وما يهمش حتى ولو كان يهودي، هذا ما يهمش، لكن اللي يهمه أن الاتجاه نتاعه هو معروف، هو ما كانش اتجاه إيجابي، والدليل على هذا ما هو صاير الآن، بل كان اتجاه سلبي واتجاه تجمعي بأتم معنى الكلمة، حتى إذا تجمعت الجموع أصبح ملكا على الربوع. هذا شنو يا إخوان؟ ولا أكثر من هذا. والخروج عن القانون هو امتياز. مالا المواطن كي يدخل في الإخوان يقول لي خويا القانون تاع تونس أنا بحث يسمى قانون تونس. مالا قبل كان وقت اللي يعمل غلطة قانونية يمشي لمركز الشرطة يبحث. تولا عندي قانون آخر أنا، يعني الفوضى. ما يكفيش الشيوخ هذوما جابوا التأخر والنكبة، بل زادوا عمموا الفوضى. هذا اللي لازم يفهموه الناس ولازم يقاوموه، وبذلك نستطيع أن نكون سلفيين بأتم معنى الكلمة فيما يخص يعني الدين الإسلامي وما جاء به محمد، وهو خير السلف. أما مش ما جاء به يعني فلاسفة السنة والشيعة، وأبعدرني أنا هو الحاكم والتقاتل، وزاد على تقاتل الشيعة والسنة تقاتل آخر من عشرات الفئات اللي خلقت تو جديدة. سابل مع البطيخ. أين هو صلاح الدين الأيوبي؟ ما هواش موجود، مات الله يرحمه. شكون باش يوحد الأمة هذه؟ ماهوش موجود. كان هناك رؤساء كونوا مجموعة عربية نجم نقولوا لاباس بها، متوازنة ومتعاملة مع بعضها ومتعاملة مع الغرب، تعامل تفتحي، وإن كان ثم شوية بعض منهم اللي هو يتعامل تعامل يعني استعماري. على كل حال خير من الوقت تاعتو. جات أمريكا وشافت البترول وحمارت عينيها وقالت لك يلزم القضاء على حاجتين: يلزم الإرهاب نحيه من أمريكا ونبعثوا للعرب ونقولوا يا إرهابيين برضو احتلوا العرب واحتلوا بترولهم، وهاو الفلوس وهاي المال وهاو الأسلحة، واللي كان منكم يعيش في الجبال توا يولي يعيش في جنب قصر قرطاج، ويولي معناها عنده أموال وحاكم، وبرضو مشوا قتلوا الشعوب هذيك وفكوا لهم بلادهم وأصبحوا وعملوا أمة إسلامية. ويجاني بعد نتفاهموا أنا وياك، أعطوني البترول بالأسعار اللي نحبها أنا، وأنا نعطيكم الحوض العربي والإسلامي بلوشي، مقابل شنو؟ مقابل أن لا يكون عندي إرهاب في أمريكا. وهذا مشروع اللي عملته أمريكا منذ تقريبا يعني 10 سنوات، وخاصة بعد ضربة 11 سبتمبر. تعرفوا أن أمريكا قررت إقامة برنامج للتخلص من الإرهاب، وهاو قاعد توا يتنفذ، بحيث المشكلة هي مش صعيب باش نفهموها راهو من أولها لآخرها، لكن الصعيب هو في أن يتفهم الإنسان هذه الأصول وهذه الجذور، وأن يقتنع مبدئيا ليكون مسلما معتدلا، ثانيا لينبذ السلفيين وينبذ الإرهابيين كحركة النهضة في تونس. يجب أن تنبذ هذه الحركة إلى الأبد، ونبذ الإخوان،
ثم شكون اختار الحل الدموي العسكري كما كان يختاروا فيه الخلفاء أنفسهم. خلفاء الدولة العباسية وخلفاء الأمويين وغيرهم كانوا ما عندهمش حلول سياسية، كانوا عندهم الحل إلا السيف. اللي يهز راسه يقصوا له راسه، يقطعوا له راسه. وقتها كانت الأمة العربية في أوجها، ما كانتش منحطة كما توا، وكان عندها مسيرين وكانت عندها آليات إدارية قوية ومتمكنة. على كل حال نقولوا توا الله يستر، وعلى التونسيين أن يلتفوا حول علمهم لا حول الرايات الإسلامية اللي مشات في وقت ما ومشات على روحها، وبقي الإسلام المعتدل اللي به نتغذى روحيا ولا نستعمله في السياسة. لأن إذا استعملنا الإسلام في السياسة فيجب علينا قتل كل الغربيين وقتل كل العالم. وشوفوا النهاية، اللي يحب يتبع الطريق هذا يقعد يحلم.